فهاد الوقت اللي بقى ما خاصكش تفكر واش غادي ننجح ولا لا، واش غادي يقدني هادشي اللي بقات له وقت المراجعه ولا لا، وفي كاع هاد الافكار السلبيه. حيت 12 عام وانت غادي جاي للمدرسه، 12 عام وانت تتقاتل وتدير مجهود على قبل هاد اللحظه وعلى قبل هاد الامتحان باش تساليه وانت ناجح ان شاء الله وترتاح. هادشي اللي خاصك تفكر فيه. غادي ندير مجهود في هاد الوقت اللي بقى ليا، غادي نمشي للامتحان، غادي ندوزو مزيان وغادي ننجح ان شاء الله وغادي نستريح، وراه تقدر كما قدروا ناس اخرين. وهذاك المجهود اللي غادي دير ماشي على قبلك انت بوحدك، ولكن حتى على قبل والديك اللي غادي يفرحوا بك، اللي انا متاكد ان الفرحه ديالهم غادي تكون كبر من الفرحه ديالك. عاوتاني ماشي حيت 12 عام هما تيخسروا عليك في الفلوس، شري كتوبه مقررات الى اخره، ولكن حيت تيبغيو. الحب ديال الوالدين هو الوحيد في هذا العالم اللي تيكون غير مشروع، ما تيبغيوكش حتى تعطيهم شي حاجه وما تعطيوكش باش ترد لهم، ولكن حب نقي وخالص. خليني من الحب ديال صاحبتي ولا مراتي ولا راجلي، الحب ديال الوالدين ما كاينش بحالو. فانت او انت من تلقاء نفسك خاصك تفكر، ماشي هاد الاعوام كلهم وانا غادي جاي للمدرسه، ها البرد ها الصاد ها الفياق بكري ها الصهير، باش نجي دابا فاش بقى ليا شهر ولا 15 يوم ولا حتى سيمانه ونفشل ونحبس، ولا كفاس من هاجي نقول ما فيها ما نراجع، ما عنديش الكانه، غدا غادي نبدا، اولا تهز الكتاب طلع عليه وتحطو، شادي وقت تهز الكتاب طلع عليه وتحطو، ولا ما تهزوش كاع. انا عرفت تيجيوك هذوك الافكار السلبيه هما اللي تيخليوك تمل وتمشي لك الكانه ديال القرايه، حيت ما مولاش تحفظ بهذه الكميه وبهذا الجهد، ولكن راه ما بقى والو. هاد الايام القليله اللي بقات غادي يكون عندها واحد التاثير كبير على حياتك، يا اما تكون او تكوني مقاتله ديال بصح، يا اما تفشل او تفشلي. شتي فين ما يجيوك هاد الافكار السلبيه، بغيتك تفكر الصيف اللي غادي يدوز زوين حيت غادي تنجح في الباك، بغيتك تفكر الفرحه ديال والديك والناس اللي عزاز عليك فاش غادي تنجح في الباك، بغيتك تفكر راسك كيفاش غادي تحس فاش غادي تنجح، فاش غادي تهنى وتكون هذيك 12 عام اللي قريتي ما مشاتش غير هكا. ولا نجيك من الاخر، الا كنتي راجل ديال بصح ولا كنتي مراه ديال بصح، كي كان فيك ما تحفظ كي ما كانش فيه، غادي تبزز وغادي تبزي على راسك القرايه، حيت ما كاينش عندك خيار، يا اما غادي ننجح يا اما غادي ننجح. صافي واحد اخر يقدر يشد هذاك الباك حتى انا نقدر، باش حسنني كاع هذاك ولا هادي عندهم هما جوج عقول قلنا بحال بحال. خاصك تغرس في راسك هاد العقليه وهذا التفكير مزيان، ماشي هي في الباك حتى من ورا الباك كيقدروا ناس اخرين حتى انا راه نقدر. وكون على يقين انك غادي تتفاجئ من راسك فاش غادي تولي تقعد لهذاك الشيء انك وليتي كتفهمو، انه ولا كيجيك ساهل، وغادي تتفاجئ حتى من النقطه اللي غادي تجيب ان شاء الله، حيت جلستي لهذاك الشيء اللي عطيتيه واحد المجهود. احسن شعور وواحد الحاجه فاش تجلس لها الله تعطيها واحد المجهود تتلقى النتيجه اللي بغيتي ولا اكثر من النتيجه اللي بغيتي. ونقول لك واحد الحاجه، ما تقارنش راسك مع اصحاب، لا فين وصلتي لا ما فين وصلتي، حيت ما عندك ما تربح. قال لك صاحبك راه راجعت كلشي وما بقى ليا والو، غادي تفشل. قال لك باقي ما بديت وباقي معطل، غادي تعكس. اذا شنو الفائده من انني نسولو؟ ما كاينه حتى فائده. وراه متفق معك، النجاح الحقيقي هو النجاح ديال الاخره، ولكن واقيلا راه ممكن تنجح فيهم بجوج، ممكن تشد الباك وممكن تحافظ على دينك وعلى صلاتك، ماشي ممكن، خاصك تحافظ عليهم بجوج، حيت هادي غادي تعاونك في هادي. قريتي مزيان وخدمتي وكنتي واحد الشخص نافع راسو اولا، نافع عائلته والناس اللي قراب ليه ثانيا، والمجتمع ثالثا، فان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. تكون كتعاون الناس احسن من انك تمد يديك للناس. باش تكون تتعاون الناس خاصك دير واحد المجهود، ما حدك باقي صغير، ما حد باقي عندك الوقت، ما حد باقي عندك الصحه. ونعطيك واحد الوصيه، كي دابا باقي ما دوزتي الامتحان وحتى فاش تنجح ان شاء الله، عندك هذوك الناس الفاشلين السلبيين، احنا شدينا الباك وايلا شنو درنا، وايلي لا قراو طفروه، شوف هذاك ما دار والو، شوف هذيك حتى هي ما دارت والو، وتيبقاو تيحبطوا في بنادم. الرسول صلى الله عليه وسلم راه ماشي جا وقال لنا قول خيرا او اصمت، اما قول هضره زوينه اما اسكت. والمشكل راه ماشي في الباك، ماشي في هذيك الشهاده، المشكل فيهم هما. اي واحد تسمعو تيهضر هاد الهضره ضرب على المجلس ديالو، السلام ديال الله فقط، السلبيه ديالك خليها عندك، وكون على يقين انك الا قريتي وخدمتي على راسك، طورتي من راسك، تعلمتي مهارات جداد، راه غادي تلقى داكشي اللي بغيتي واكثر، حيت الله سبحانه وتعالى لا يضيع اجر من احسن عملا. واخر حاجه غادي نقول لك بغيتك تركز معايا فيها مزيان، شتي بقى لك شهر الوطني، احسن حاجه ممكن دير هي تهز كتبتك وتبدا تراجع. قالت لك 15 يوم الوطني، احسن حاجه ممكن دير هي تهز كتبتك وتبدا تراجع. قالت لك يومين، احسن حاجه ممكن دير هي تهز كتبتك وتشوف اللي كان. دائما خاصك تجلس مع راسك وتفكر انا شقيتها شنو هي احسن حاجه ممكن ندير باش ننقص الاضرار ونزيد الامكانيه ديال النجاح. هي نراجع. اذا غادي نجلس وغادي نراجع، وهذا الاصل كاين في الدين ديالنا، ماشي خاصك تخدموه في القرايه ولكن في اي حاجه. ما عمرك تستسلم حتى للرمق الاخير، ودائما دير واحد المجهود، حيت ما عرفتيش شنو اللي يقدر يكون السبب في النجاح ديالك. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها، يعني صافي شتي الساعه بالاهوال ديالها وكانت في يديك نبته غرسها ماشي سوخك. الخلاصه ديال هذا الفيديو، هذا ماشي الوقت باش تلوم الاساتذه اللي ما قراوكش مزيان، ماشي الوقت باش تلوم الظروف اللي عندك، ماشي الوقت حتى باش تلوم راسك حيت ما قريتي والو ولا حيت ما بديتيش بكري. هذا الوقت ديال تحمل المسؤوليه، ديال المراجعه وديال الخدمه ديال بصح. صافي دخلت المعمعه ديال القرايه، غادي نخرج منتصر بهذيك الورقه ديال الشهاده. اييه متفق معك، هي راهي ورقه ولكن غادي نشدها حيت نقدر نشدها كما شدوها ناس اخرين اللي ما احسن مني بوالو. وكما تنوريك في الفيديو داكشي راه ساهل، خاصك تعطيه وقت ومجهود، وغادي تطيح على القوالب ديال كل ماده وتولي تفهمها وتجيك ساهله. كي كنتي علمي كي كنتي ادبي، كنتمنى هاد الكلمات يدخلوا لك دماغك وتستوعبهم مزيان وبقاو معك كل نهار دايرين فيك العافيه ديال المراجعه. ان شاء الله غادي تفكر هاد الايام ديال الستريس وديال الخلعه وغادي تزيد تضح. الله يوفقك، الله يسر امورك، الله يحل عقلك، توكل على الله ودير كاع اللي في جهدك في هاد الايام اللي بقات، ان شاء الله
باك 2023.